يا اهلا وسهلا بيك يا رجوله، ويلكم باك في فيديو جديد من سلسله مخلوقات تريفور هندرسون المرعبه. واللي حابب اقول لك ان في جزئين لطاف اتعملوا في السلسله دي عن مخلوقين مرعبين حرفيا، فانصحك تتفرج عليهم عشان في الجزء ده هنتكلم عن مخلوق اقوى من اللي فاتوا من حيث الشر والرعب اللي بيسببه، فخليك متابع لحد اخر الفيديو. ازيكم؟ معاكم عبد الله من قناه انفورميشن فور اول. سريعا كده يا اسطى اعمل سبسكرايب جامد كده زيك عشان تنضم لعائلتنا الجميله الخلبوصه دي، وما تنساش برضو تصلي على النبي قبل ما نبتدي، ويلا نبدا الفيديو. في الجزئين اللي فاتوا اتكلمنا اول حاجه عن مخلوق ضخم عملاق ومرعب وهو السايرن هيد، وعرفنا الرعب اللي بيسببه المخلوق الطويل العملاق ده. وبعدها اتكلمنا عن كرتون كات، وعرفنا ان الكائن ده ممكن يكون كائن شرير بطريقه مظلمه كده، اللي هو الشرير لدرجه انت ما تتوقعهاش. المره دي بقى هنتكلم عن مخلوق بيتفوق على الاثنين اللي فاتوا دول من حيث درجه الشر والرعب اللي بيسببهم، والمخلوق ده هو اللي بيتسمى بذا مان وذ ذا ابسايد داون فيس، واللي معناها الرجل ذو الوجه المقلوب. واسهل كلمه ممكن تتقال عن المخلوق ده ان هو عباره عن شيطان. الرجل ذو الوجه المقلوب ده عباره عن مخلوق مظهر ذكر بشري طبيعي جدا، وكانه شخص عادي زيه وزيك كده، بس المختلف فيه عن البشر من حيث مظهره هي راسه، بحيث زي ما انت شايف قدامك كده راسه حرفيا مقلوبه، وده شكله الطبيعي، يعني هو كده اصلا على طبيعته براس مقلوبه زي ما انت شايف قدامك كده. ودايما بيبقى لابس بدله لونها غامق، وبرده دايما بيبقى مبتسم ابتسامه شريره، او بمعنى تاني احسن من كده بكتير، دايما هتشوفه مبتسم ابتسامه شيطانيه. اكيد هتسال دلوقتي المخلوق المرعب ده بيعمل ايه وبيأثر علينا ازاي، وليه قلت عليه مخلوق شيطاني؟ بص يا معلم، مبدئيا بيني وبينك كده لازم تكون عارف ان احنا كبشر مش هنعرف نشوف المخلوق ده قدامك عين عينك كده. هيجي في بالك سؤال تاني، هو امال انت وصفته لنا ازاي؟ حابب اعرفك ان المخلوق ده مش بيتشاف او مش بيظهر يعني غير في حاجه واحده بس، وهي الصور، ودايما ظهوره بيبقى في الاماكن اللي فيها حوادث او خناقات عنيفه او اي حاجه بتسبب اذى وضرر للناس. امال هو بيسبب الاذى ازاي؟ عشان اجاوبك على السؤال ده لازم اعرفك الاول عن بدايه ظهور الكائن ده وبدايه اكتشاف وجوده معانا. بص يا معلم، في يوم من الايام في 3 صور نزلوا على السوشيال ميديا بواسطه تريفور هندرسون، ولو ما تعرفش مين هو تريفور هندرسون فتقدر تشوف الاجزاء اللي فاتت اتكلمت عنه بشكل مفصل شويه. المهم الصور دي كانت عباره عن صور قديمه، بحيث كانت متصوره في القرن اللي فات والستينيات، يعني ما بين سنه 1910 وسنه 1960. فتعالوا كده مع بعض نشوف كل صوره فيهم والمخلوق ده كان ظاهر فيها ازاي. وحابب اعرفك ان كل الصور اللي هتشوفها دي دلوقتي هتحسها صور عاديه خالص، بس لو بصيت كويس فيها وبتركيز هتاخد بالك ان في شيء مش طبيعي في الصوره. الصوره الاولى حادثه العربيه، ودي تعتبر اول صوره باللون الابيض والاسود نزلت ليها علاقه بوجود المخلوق ده، بحيث زي ما انت شايف قدامك كده في عربيه باين كده انها اتخبطت وازازها متكسر او في حاجه حصلت يعني عامه كسرتها وخلتها بالمنظر ده، وفي تجمع من الناس حوالين العربيه دي. بس لو بصينا كويس من شباك العربيه دي هنلاحظ حاجه مش طبيعيه ومرعبه، وهو ان في شخص واقف بيبص للكاميرا بابتسامه مرعبه وراسه مقلوبه، فزي ما انت ملاحظ قدامك كده عينه تحت وبقه فوق. وكمان حاجه ممكن نستدلها من الصوره دي ان تقريبا محدش ملاحظ وجود شخص مرعب وغريب واقف جنبهم، وده معناه ان محدش شايفه. بس الصوره دي مش هنعتبرها دليل قوي على كده، ان ممكن الناس كانوا ملهيين في العربيه ومحدش لاحظ وجود المخلوق المرعب ده جنبهم. الصوره الثانيه برضه حادثه عربيه، بس المره دي العربيه المخبوطه دي تقريبا مش موجود حواليها تجمع من الناس كتير زي الصوره اللي فاتت، بحيث زي ما انت شايف قدامك كده في شخص واحد واقف بس جنب العربيه، وانا حرفيا متاكد ان في اكتر من شخص واقفين معاه. واظن المره دي في الصوره دي انت ملاحظ ايه الغريب فيها، بحيث لو بصينا كويس جوه العربيه دي هنلاقي المخلوق المرعب ده قاعد جواها وراسه مقلوبه برضه، بس المره دي بيتهيألي ان هو مش مبتسم زي المره اللي فاتت، وظاهر كده برضه ان محدش شايفه، بحيث زي ما انت شايف قدامك كده الراجل واقف قدام العربيه عادي ومش واخد باله اصلا ان في حد قاعد جواها، مع انه يعتبر واضح جدا ان هو قاعد جوه العربيه. الصوره الثالثه السوق. من اول نظره للصوره دي هتحسها صوره عاديه جدا، في مكان معين فيه سوق وفي تجمع من الناس واقفين بيشتروا عادي، في ناس رايحه وناس جايه، بس لو ركزت كويس على الناس اللي واقفين ورا دول هتلاحظ ان في شخص واقف لابس بدله تقريبا وراسه مقلوبه وبرضه باصص للكاميرا مع ابتسامه مش لطيفه خالص. ولما ركزوا اكتر في الصوره دي عشان يعرفوا مكانها فين اكتشفوا ان ده مكان موجود في بلد اسمه بودابشت، ودي تعتبر عاصمه البلد اسمها المجر، واستنتجوا من كده ان احتمال ان المكان ده يكون هو منشأ المخلوق المرعب ده. دول كانوا ال3 صور اللي نزلوا في البدايه واللي كشفت عن وجود المخلوق ده. بس استنى، مش دول بس الصور اللي ظهر فيها المخلوق ده، في شويه صور نزلوا كمان كده بيظهر فيها المخلوق المرعب ده، وظهوره كان متزامن مع حدوث حادثه بشعه في الوقت ده. الصوره الرابعه حفله راس السنه. الصوره اللي قدامك دي اتصورت في سنه 1943 في قاعده جويه، باين كده ان الضباط او العساكر دول بيحتفلوا بليله راس السنه. بعد ما خدوا صوره لطيفه اليوم عشان تبقى ذكرى اليوم ده لقوا ان في شخص مرعب براس مقلوبه واقف ورا في جنب كده جنب الناس وباصص الكاميرا وبيبتسم بطريقه مرعبه، وده دليل اكبر ان محدش شافه رغم وجوده جنبهم. وحابب اقول لك كمان ان في نفس اليوم ده واحد فيهم اتصاب بجروح قاتله، فده دليل جديد ان وجود المخلوق ده مرتبط بظهور حادثه مؤلمه او بشعه. الصوره الخامسه حادثه عربيه للمره الثالثه، والصوره دي اتصورت المره دي في سنه 1948، وهنا برضو عربيه مخبوطه
وفي شويه ناس واقفين حواليها وظباط شرطه واقفين كمان. بس المره دي في حاجه غريبه اكتر، وهي اننا لو ركزنا كده ما بين الناس اللي واقفين ورا العربيه دي هنشوف المخلوق المرعب ده واقف وسطهم، وحرفيا المره دي واقف وسطهم بدرجه قريبه بطريقه مرعبه، وباصص للكاميرا براسه المقلوبه دي وبيبتسم ابتسامه شيطانيه. واقدر اقول لك من الصوره دي بقى ان المخلوق ده حرفيا محدش بيشوفه ومش بيظهر غير في الصور. لما تشوفه واقف قدامك كده فدي حاجه غير مثبته لحد النهارده. الصوره السادسه، حادثه القطر. في الصوره دي المره دي حادثه جديده وكسرنا روتين حوادث العربيات بقى، بحيث المره دي في سنه 1951 حصل حادثه بشعه على قطر معين كان ماشي في طريقه عادي ملوش دعوه باي حد خالص، بس قدره كان كده. المهم هنلاقي ان في ناس متجمعين حوالين سكه القطر دي، ولو بصينا ورا كده برده وركزنا هنشوف الرجل مقلوب الراس ده واقف عند الشجر بيبص للكاميرا وبرده واقف مبتسم بطريقه مرعبه. الصوره السابعه والاخيره، ما قبل الحريق. مبدئيا كده دول عباره عن صورتين اتنين، بس الصورتين دول فيهم حاجه جديده بعكس الصور اللي فاتت، وهي ان هم بالالوان مش بالابيض والاسود زي الصوره اللي فاتت كلها. تعال بقى للمهم واللي هيخلينا نكتشف ونثبت حاجه مرعبه على المخلوق ده. الوقت اللي تم فيه التقاط الصورتين دول كان قبل حدوث حريق في الكافيه او في الفندق ده او المكان ده عامه يعني، والحريق ده كان حريق بشع سبب الكثير من الموت والخسائر والالم والحزن. هتقول لي ايوه ايه اللي المفروض افهمه من كده؟ هقول لك ان ده يعتبر دليل ان المخلوق ده بيتواجد في الاماكن اللي هيحصل فيها حوادث بشعه وموت وتاذي الناس. الظاهر كده ان المخلوق ده بيتغذى على الحزن والمشاعر والافكار السلبيه، ومحدش عارف ممكن هو بيتعمد حدوث المواقف دي اصلا عشان يقدر يتغذى على المآسي اللي بتحصل هناك دي. وده الكلام اللي تريفور هندرسون قاله عن المخلوق ده، ان هو بيظهر في الاماكن اللي بيحصل فيها الاحداث البشعه دي، سواء بقى حادثه عربيه او قطر او حريق او حادثه قتل. وفي كلام كمان بيقول ان المخلوق ده بيتسبب في حدوث الاحداث دي وبيتسبب فيها من غير رحمه بالناس ولا ندم على اللي بيعملوا فيهم ولا اللي بيتسبب فيه، لانه مخلوق شيطاني بيتغذى على معاناه البشر وحزنهم، فان كان المكان اللي هيتواجد فيه مش هيحصل خير خالص. لدرجه ان تريفور هندرسون بيعتبر المخلوق ده من اكتر المخلوقات شر بالنسبه لباقي المخلوقات التانيه، حتى بالنسبه لكرتون كات اللي اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات، واللي عرفنا فيه ان كرتون كات ده محدش بيحب يقرب من المكان اللي بيتواجد فيه بسبب الاذى والرعب اللي ممكن يتسبب فيه. ده غير ان هو كيان شرير لدرجه ان هو عايز ينتقم من البشر، وده كله قلناه في الفيديو بتاع كرتون كات لو حابب تتفرج عليه يعني لو ما كنتش لسه اتفرجت عليه. المهم في نظريه لتريفور هندرسون بتقول ان المخلوق ده خالي من الزمن، واللي قدامك ده عباره عن مجرد شكل ليه ظاهر للناس عشان يتسبب في الاذى والمعاناه وتعذيب البشر. وكمان تريفور قال عن المخلوق ده ان راسه غلط او مخطئه او متركبه غلط عامه يعني، لانه بيحب تحريف الواقع على حسب ما فهمت يعني، ويقصد من الكلام ده راسه المقلوبه دي. حاجه كمان عايز اعرفها لك، وهي ان في شخص كتب كومنت على صوره من صور المخلوق ده قال فيها عن دليلين لو حصلوا في مكان معين او حسيت بيها يعني، فده معناه ان ممكن المخلوق ده يكون موجود في المكان ده فعلا. فاول حاجه هتحس بيها انت كشخص بشري انك هتلاقي نفسك سامع صوت غريب جاي من بعيد وكانه صوت راديو وصوت لحن معين، بس اللحن ده تحسه غلط مش مظبوط. وتاني حاجه ممكن تعرفك ان هو موجود في المكان ده، وهي ان لو في لحمه موجوده بالقرب منه هتعفن بسرعه، وده بسبب تاثير المخلوق ده اللي يعتبر غير مرئي. واخر حاجه احب اقولها لك عن اللي اتقال عن المخلوق ده بواسطه تريفور هندرسون، وهي ان المخلوق ده نوع من المغذي السفلي، وده لانه بينجذب وبيتشد للاحداث المأساويه، في الغالب مش بيقدر يتسبب فيها بشكل مباشر، انما هو بيساعد على وجود الحادثه دي، يعني بالبلدي كده بيولع الدنيا اكتر. مثلا لو في نقاش بسيط بينك وبين شخص تعرفه مثلا واختلفتوا في ارائكم وكل واحد فيكم بدا يعلي صوته جامد على التاني، فالمخلوق ده هيبقى ليه دور ان هو يولع الدنيا اكتر من كده ويخليكم تتسببوا في خناقه هتؤدي لموت واحد فيكم، عشان في الاخر المخلوق ده يتغذى من اللي حصل ده. فنيجي بقى للملخص البسيط الخلبوص للمخلوق ده، وهو ان السعاده بالنسبه له بتساوي المصايب والحزن والمشاعر السوداء المظلمه. فمن الاخر كده احب انا بنفسي القب الرجل مقلوب الراس ده بشيطان متخفي، وده لان هو بيتسبب في كل حاجه في صمت وهدوء ومن غير ما يظهر لاي حد. نيجي بقى لاخر جزئيه، وهي قتل المتعه بتاعت اخر كل فيديو، بس هخليني ساقه معاك المره دي وهعمل نفسي مش واخد بالي عن ايه هي حقيقه وجود المخلوق ده. ولو عايز تعرف الاجابه فعلا وتقرف نفسك تقدر تشوف الاجزاء اللي فاتت من السلسله دي، وبرضه تقدر تقرا الديسكربشن، دايما بكتب وصف ملخص وبسيط عن موضوع الفيديو. في النهايه احب اقول لو انت وصلت لحد الدقيقه دي فمبروك عليك يا رجوله، انت كسبت قلبي وفضلت قاعد بتتفرج لحد الاخر، ودي بالنسبه لي حاجه عظيمه بجد. فيا ريت بقى تكمل جميلك وتعمل لايك لطيف زي كده وتشير الفيديو بقى ده لاي مخلوق بيحب يسمع الحوارات الغريبه دي. وحابب اعرفكم على حاجه ما قلتهاش ليكوا لسه، وهي ان علامه الصح ظهرت في القناه، ودلوقتي قناه انفورميشن فور اول تعتبر قناه موثقه وقناه رسميه يعني، ده معناه ان مفيش قناه اسمها انفورميشن فور اول هتبقى موجوده على اليوتيوب غير القناه دي. فدي حاجه حرفيا عظيمه واول حاجه اتحققت في الحاجات اللي انا كنت مستنيها تحصل. فالخطوه الثانيه لسه، وهي ان الدرع يوصل، والحوار ده لسه واقف على مراجعه اليوتيوب للقناه، فان شاء الله يكون قريب يعني. المهم ما تنساش تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.